صباح الفل يا ست الكل. يسعد صباحك يا عين امك. ايه مالك يا اما؟ ماليش. شكلك صح من النوم مقريفه. لا يا حبيبي انا ما نمتش طول الليل. ليه خير يا اما؟ خير؟ هو اللي يعيش معاك ويشوف الخير اللي يقعد في البيت ده يدوق طعم الراحه؟ ليه بس يا اما؟ ايه اللي حصل على الصبح؟ مش اللي حصل على الصبح، اللي حصل بالليل. بالليل؟ ايوه بالليل. طول الليل نازلين ضحك وكركره، لا حياه ولا خشه، ناس ما بتختشيش. بطلي العاده دي يا اما وبلاش ترمي ودانك ناحيه الاوضه. هو انا بتحرك من مكاني؟ انتوا اللي كان صوتكم عالي. قطيعه ويا ريته بفايده. اما انا عملت لك طبق فول يا حماتي هتاكلي صوابعك وراه. شيلي 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 بلاش قرف. ليه بقى؟ ده انا عامله لك بالزيت الحار والطحينه والليمون اللي انت طلبتيه وعليه رشه كمون كمان. انا مش هاكل العك ده. ليه يا اما؟ ده انا جايب لك الزيت الحار اللي انت بتحبيه، جاي وصايه من كفر الزيات. انا عايزه فول بالزبده والفلفل الاسود. طب والعمل دلوقتي؟ تنزل بسلامتها تجيب طبق فول تاني وتعمله زي ما انا عاوزاه. طب الراجل بتاع الفول خلص ومشي بالعربيه. مشاش في ركبه ويمشي بدري ليه؟ اللي حصل هقول له استنى حماتي هتغير رايها. خلاص هاكل وامري لله. النبي طعم يا مضروبه. اديني يا اختي مفجلاهم عشان ما انامش. طب قومي قومي روحي بيتكم. قومي داهيه غمك. قومي يلا قومي انا مش طايقاكي. اتفضلي. يا صبرك يا ام ربيع، معلش يا اختي حقك عليا. غلبت معاها حماتك دي ولا بيعجبها العجب ولا صيام في رجب. يا اختي هتقولي لي الكل ايه اللي انتوا الاتنين؟ قومي يا وليه قومي يا وليه من قدامي لحسن انا هبتعد بصحيح. طب وعلى ايه يا اختي؟ انا الحق عليا اللي باجيلك وبعبرك. صحيح هاخد خدمه الغز ده علقه. يعلقوكي في المشنقه يا بعيده. ربنا يصبرك يا عيشه. عيش يا ام ربيع، معلش يا اختي حقك عليا، ما نجرجيش في حاجه وحش. الله يعافيك يا حبيبتي. تعالي بقى يا منكوبه انت. نعم. قولي لي انت مش قلتي ان انت مش رايحه بيت اهلك النهارده؟ قلت. طب امال ايه اللي وداكي؟ لما عرفت من اخويا ان امي تعبانه رحت شفتها. فيها حاجه دي؟ شوفي بقى انا الكلام ده ما ينفعنيش. انا هقول لجوزك اللي انيكي يطلقك عشان تنبسطي وتروحي تقعدي عند اهلك على طول. يا اختي احسن بردك، على الاقل ارتاح. شوفي البت القادره، ما هو لو كنت خلفت وجبت عيال وكانوا هدوا وسطك كنت كنتي في البيت هنا وما رحتش لاهلك. لكن اقول ايه، ربنا يهدي القوي. يا غلب يما، هنرجع تاني لسيره ابو زيد اللي مش هخلص منها عمري. مالها ست ابو زيد يا بنتي؟ مش عاجباكي؟ مش زي جوزك اللي انيكي؟ وانا كنت جبت سيره ابو زيد؟ ابو زيد دي يا اختي بتتقال على اللت والعجن كده في نفس الموضوع. لت وعجن ايه بس يا بنتي؟ قادره انت إيه بنتي يا عيوشه؟ نعم. الا قوليلي، هو ابو زيد هيلحم ابريق المرحوم امتى؟ ما قاليش، لما يجي بساليه. وقلتيله ان محدش يلحمه غيره ومحدش يلمسه؟ قلت له. طيب يا مريحاني، قومي اعملي لي بقى فنجان قهوه عشان اعدل دماغي من الوش بتاعك انت وام ربيع. بس حسك عينك تعملها لي من غير وش والا. عارفه يا اختي من غير ما تكملي. طب كنت هقول ايه؟ هسود عيشتك يا منكوبه. والنبي عندك حق يا منكوبه، عارفه اللي في قلب ناحيتك. يا ستي مالكيش دعوه، هفضي نفسي ان مالكيش دعوه انت وقولي ايه. وماله يا اختي، احجز بس ميعاد واخدك اوديكي. يا شيخه موطيه صوت عشان حماتي نايمه. انا صاحيه اللي تنشكف مع ميعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا زينه. حاضر يا اختي من عيني. مع الف سلام. مع السلامه. يا عيش عدليني، اهو ده اللي انت فالحه فيه. حاضر. التليفونات والخروج. حاضر يا حماتي. تعالي يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي. انت مش كنت نايمه يا حماتي؟ ايه اللي صحاكي يا اختي؟ انا ما نمتش من اصله. هو البيت ده حد يشوف فيه راحه؟ انما قولي لي بقى يا شملوله، انت بقى هتاخدي اللي ما تتسمى دي وهتروحوا على فين؟ عايزه تروح تكشف عند الدكتور اللي كشفت عنده سكين اختي. ليه هي حبلة هي رخرة؟ انا اعرف يا حماتي، عايزه تروح تكشف. يا ما نفسي انت كمان تروحي تكشفي وتطمنيني. تعرفي يا عيشه ده يبقى يوم المنى، يوم ما تشيلي وتعبي. يا اختي ما انا معبيه وشايله من زمان. صحيح صحيح يا عيشه انت حبلة. طب وساكته؟ النبي عندك انت حق. اداري على شمعتك تقيد، انما هتخبي عليا انا؟ ده انا حماتك حبيبتك، ده اليوم اللي انا بتمناه طول عمري. انما قولي لي، انت شايله من قد ايه دلوقتي؟ قد ايه يا حماتي؟ يا اختي انا لا حبل ولا عمري هشوف هبل. بقول لك شايله في قلبي وساكته. يا شملوله، اديك انت قلتيها اهو بعضمه لسانك.
ما انت ارض بور وعشه من غير طيور وراس قرعه ما فيهاش شعور. ده اللي هو انا برضه. امال انا يا عره النسوان، انا يا اختي اتجوزت وحبلت وجبت سيد الرجاله، بس بقى هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. قدامك شهر واحد اذا ما حبلتيش. ايه يا اختي هتخلي ابنك يطلقني؟ وهجوزه ستك اهي موجوده. البت كوثر بنت بياع السمين عشماوي، بنت حلوه كده بيضه ومربربه وتجيب لي العيل اللي نفسي فيه. كوثر ايه يا حماتي وعشماوي ايه؟ عشماوي بتاع السمين يا اختي مات بقاله اكتر من 10 سنين، وكوثر بنته كمان اتجوزت وخلفت من زمان. يا اختي قطيع. اللي يزنقك الزنقه السودا دي بس يا نوال. مالك انت يا اختي ومال كيس الفلوس بتاع صاحبتك تشيليه ليه؟ طب كنت تاخدي بالك منه يا نوال وما تضيعهوش. اهو اللي حصل بقى يا ابله، والله كان غصب عني. طب وفاضل لك قد ايه عشان تكملي الفلوس دي؟ 85 جنيه بعد اللي خدته من سكينه وسلوى صاحبتي. انا جايه اوقع في عرضك يا ابله، اصلي ما قدرتش اطلب حاجه من ابي علي، كفايه اللي اداهولي وكفايه الموبايل اللي جابهولي ده. انا حتى قلت لسكينه ما تجيبلوش سيره عن الموضوع ده خالص. احسن برضه. يا دي الحيره يا ربي. ثانيه واحده يا بنت وهجيب لك ال 85 جنيه. طب لو ابي ابو زيد سالك عنهم هتقولي له ايه؟ يا اختي مالكيش انت دعوه بابو زيد، خدي بس الفلوس كمليها واديها لصاحبتك. الو. ايوه يا بوسي. ايوه انا فلوسك جاهزه معايا. انتوا يا اللي جوه وقافلين الباب على روحكم، اطلعوا هنا سيبك كلموني. منها يا بنت وما تخافيش، خدي الفلوس اهي. بس استنى مره يا نوال، لا تاخدي حاجه من حد ولا تشيلي حاجه حد. انت يا اللي شكرا قوي يا ابله، وان شاء الله انتوا هردهم لك قافلين لما على اخد نفسكم مصروف ليه؟ الشهر. مصروف ايه يا يا حبه عايشه وترد ايه؟ انت يا مزغوله يا نوال يا صغيره. يا اختي تعالوا ردوا عليا وكده وانتوا مش سائلين فيا. تعالي يا نوال. تعالي اقعدي. لو النبي اقعدي يا بنت ما تخافيش. نعم يا حماتي. في ايه يا اختي مالك؟ مالي على الله يا بنت صفيه يا اللي مطهقاني في عيشتي. اصل انا كمان كنت ناقصه المزغوده مقصوفه الرقبه. هو انا كنت عملت لك حاجه يا طنط؟ البت بتقول لي يا طنط. يا بنت وانت تقدري تعملي لي حاجه؟ ده انا كنت قطمت رقبتك على صدرك يا ميصه. اختي مش ناقصه يا حماتي، اختي متربيه احسن تربيه. يا اختي تنيلوا كده بلا هم انتوا الاتنين. ايه ده يا ابله؟ قومي يا بنت قومي امشي، قومي لحسن اتفتحت ومش هتسكت النهارده. السلام عليكم. مع السلامه يا حبيبتي. سلمي على امك. يوفى. مع السلامه. وبعدها لك يا حماتي. قولي لي يا عيوشه، انتوا كنتوا انتوا الاتنين قاعدين في الاوضه بتتودودوا بتقولوا ايه؟ بتسالني يا اختي على حاجه تخص البنات. طيب ما تقولي لي، ما انا كنت بنات وست البنات كمان. بعدين يا حماتي هبقى احكيها لك. لا قولي لي دلوقتي يا اللي تنشكي، هي كانت بتسالك على ايه خص البنات وعايزه تعرفوا؟ ها كانت بتسالني يا اختي الفستان لما بيغسلوه بيعلقوه من كتافه ولا من ديله؟ عليا انا الكلام ده يا دون الدون، ده انت عينك بجحه ويندب فيها رصاصه. عايزه تصدقي يا حماتي صدقي، مش عايزه تصدقي يا اختي انت حره. طبعا حر، شريفه عفيفه، عمر كعب رجلي ما انكشف الا على جوزي. صاحي من النوم والنهارده عطله، عايز ارتاح من قرف الورشه طول الاسبوع. ايوه يا اخويا انا مرتاح. يا واد انت هتفضل سايب لها الحبل على الغارب لحد امتى؟ ده خلاص ركبت ودلدلت رجليها، ناقص تقول لك شي يا حمار. ايه يا حمار دي بس؟ لازمته ايه الكلام ده ياما؟ ما هو الشيء لزوم الشيء يا عين امك. بقى في راجل في الدنيا يسيب مراته سارحه كده طول اليوم في الشارع من غير ما تاخد منه اذن؟ من ناحيه الاذن عيشه واخداه، وبعدين هي بتروح فين؟ ما بتروح عند امها، الظروف معاكسه معاهم هناك، ما فيهاش حاجه اما تروح تطل عليهم. برضه ما ينفعش، طول ما انت مطاطلها كده هتسقط من عينها، ويمكن عينها تزوخ كده ولا كده، ما انا عارفاها متفرعنه. ياما حرام عليكي، عيشه ما تعملش كده، عيشه بنت اصول ما تعملش العيبه. طب اتلهي يا بدهول، بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. ان شاء الله مش هنسمع الا كل خير. تحب امه اعمل لك حاجه تاكليها ولا تشربيها؟ اعمل لي كوبايه شاي. من عينيا يا امه. استنى، انت رايح فين؟ تعرف ان ام علي صعبانه عليا قوي بسبب العيل اللي هي فيه؟ ومين سمعك يا امه؟ ولا علي ابنها اللي بقى عواطلي؟ انا مش عارفه ايه العيله دي اللي منكوبه طول عمرها. ربنا يفك دقيقتهم. بقول لك ايه يا امه، عشان خاطري لما عيشه تيجي خف عنها بالكلام اللي يضايق ويحرق الدم ده. انا كلامي بيضايق ويحرق الدم يا مدهول؟ ما هو انت ياما كل طب اسكت قوم اعمل لي الشاي، قطيعه تقطع الكل. اهلا يا طنط. نطتك قرد يا مزغوده انت. روحي اندهي لي المزغوده التانيه اختك. لا سكينه اعمل بها ايه؟ انا عاوزه عيشه. بتقولي ايه؟ مش عندكم؟ ازاي يعني؟ ده خرجت من ساعه وقالت انها جايه لكم. طب يا حبيبتي اقفلي السكه، روحي امشي، ولا استني
سلمي لي على امك وقولي لها ربنا يشفيها. والله ست طيبه. يلا امشي غوري بقى، اقفلي السكه، اقفلي غوري. انت يا اختي، انت هي اصحي. صح يا اختي، ومبنجلاهم اهو يا اختي. الست عايشه بنت الاصول اللي بقالها ساعه خارجه من هنا ما وصلتش لغايه دلوقتي بيت امها، تبقى راحت فين؟ زمانها في السكه رايحه لها. تنسكي عليكي طاقه ما تنفتح ابدا يا مسغوده انت رخره. امال هتكون راحت فين بس؟ انت بتساليني انا؟ لا 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 لا، ده احنا ما كناش نسوان، ده احنا كنا قطط مغمضه. اي والله يا اختي. ما كناش بنخرج ابدا من بيوت رجالتنا. صحيح، بعيد عنك كنا زي المساجين. يا اختي كانت ايام سودة ما يعلم بها الا ربنا، مش كده يا ام ربيع؟ كده يا اختي كده. بس رجالتنا كانوا رجاله بصحيح، رجاله عن حق. معلوم، كانوا ماشييننا على العجين ما بنلخبطوش. يا اختي ادي احنا ارتحنا منهم بلغن. بس كل كوم وعيش ام عين قويه دي كوم تقول لي انها رايحه لبيت اهلها وهي ماشيه في الشوارع على حل شعرها. طب خبيني في اي دولاب، رجعت بدري ليه؟ نسيت يا ستي دوسيه ونسيته فين؟ جوه الدولاب. لا مش هنا، مش في الدولاب. انا بقول لك في الدولاب، وانا بقول مش في الدولاب. في الدولاب. مش في الدولاب. ايش عرفك؟ اوعي كده. يا اختي خيبك انت وهي. يا نهار ابوكي مش ولا بد، ايه كل دول؟ يا مجرمة يا ملعونة، انا لازم اوديكي في داهية. اطلب ملوخية ومكرونة تعملي 4 حلات بامية، اتريكي زوجة بالبلا. يا مرات الكل يا مزبلة، خليتي سيرتي ملوثة، عليك اللعنة المقدسة. تكتك نايبه. دوام على روحك، في دقيقة هتطلع روحك. مساء الخير ياما. اهلا. اهلا. ايه ما انت قاعده زي الفل وبتتفرجي على التلفزيون اهو، جرى ايه؟ ما تسالنيش انا، روح اسال الست اللي جوه، اسالها كانت فين طول النهار ودايره على حل شعرها. وده معناته ايه ياما؟ قالت لي الصبح انها عايزه تروح لامها، قلت لهاش انا حاجه. عداك العيب. طيب بعد ساعه سالت عليها بالتليفون قالوا ان هي ما جاتش، تبقى راحت فين؟ ما سالتهاش ليه لما رجعت؟ سالتها قالت لي بكل بجاحه انها كانت عند امها بس راحت حته تانية قبلها. حته تانية فين يعني؟ ما انا سالتها ما عبرتنيش وادتني الطرشه، ما هي مستقويه ومستعفيه علينا. ما هو انت لو كنت مالي عينها وكثيرها ما كانتش اتملعنت كده، بس خلاص ما هي عملتك طرطور يا مدهول. طرطور؟ خش يا اخويا خش، يا خساره تربيتي فيك. مساء الخير يا عايشه. مساء النور يا اخوي. ما انت صاحي اهو. طب قافله على نفسك ليه ومش قاعده وهم بره؟ كده اريح لي يا اخوي، ووفر على نفسي الكلام اللي بسمعه كل ساعه والتانيه يحرق دمي. يا عايشه انت بصراحه خروجي كتر اليومين دول، امي محتاجه لك وده ما يرضيش حد، وبصراحه انا مش موافق على الوضع ده. من امتى الكلام ده يا ابو زيد؟ طب ده انت بنفسك لو كنت اتاخرت على امي يوم واحد كنت بتقول لي راح اطل عليها. كنت اضرب الظروف اللي هم فيها. يخلصك امي تبقى تعبانه ومحتاجه لي وما اروحلهاش. لا ما يخلصنيش، بس برضه ما يخلصنيش ان امي تعوزك وما تلاقيكيش جنبها. ده انت كنت عايز لك خدامه بقى يا ابو زيد لامك. وبعدين يا اخويا انا اتجوزتك انت، ما اتجوزتهاش هي. واذا كنت انا بخدمها فده برضايا والوجه الله، وانا عمري ما فتها لوحدها كده من غير ما اكون قاضيه لها كل طلباتها. انا ما قلتش حاجه يا عيشه، بس برضه انت خرجت النهارده عشان تروحي لامك، ما رحتوش عليها ليه طوالي؟ رحت فين قبل ما تروحي لها؟ ده انا عديت على زينب الاول وكل اللي قعدته معاها ما يجيش ساعه على بعضيها. طب خلاص حصل خير يا عيشه. لا ما حصلش خير يا ابو زيد، وكل كوم الا اللي امك قالته لي النهارده كوم. انا استحمل منها اي حاجه الا انها تكدبني وتلبخ في شرفي. والله يا ابو زيد لو قررت تاني ما انا قاعده لك في البيت ابدا. ايه ده؟ انت هتنامي يا عيشه؟ هنام ومش عايزه اسمع منك ولا كلمه. ليه؟ ما احنا قاعدين ويا بعض وبناخد وندي في الكلام اهو. كفايه اللي سمعته من امك. امك قاعده بره اهي، قوم تونس معاها. ماشي يا عيشه بشوقك. ابو زيد نعم. اطفي النور يا اخويا واقفل الباب وراك وانت خارج. حاضر يا عيشه. مش هيصفالك ابدا يلي تنشكي، دي ما كانتش جوازه يا اختي، دي كانت جنازه في ليله غبره وساعه نحس. ما تلم لسانك عني شويه يا حماتي، انت يا اختي ما بتزهقيش الرحمه. لما تزهق انت يا اختي من مروحك عند اهلك ابقى انا ازهق من الكلام. وبعدين حيلك بقت مكشوفه، بتصدقي تخرجي عشان تمشي على حل شعرك. حل شعري؟
هي حصلت يا حماتي؟ طب تلاتة بالله العظيم لو واحدة تانية قالت لي الكلمة دي لأقول لها الكلام اللي يوجع بصحيح. وجع في بطنك وكمان بتكسري الشفشة يا قلة الأدب يا طويلة اللسان. جراه يا اما، خبر ايه يا عيشه؟ صوتكم وصل لحد بره، احنا هنفضل في الموال بتاع كل يوم ده. ما هي الهانم اللي انت عليه كانت بتشتمني، وكان لولا دخلتك عليا كانت هتضربني. هي حصلت يا عيشه؟ والله يا ابو زيد ما حصل. صحيح، ما انت بجحة وعينك يندب فيها الرصاصة. مش كفايه ان احنا مستحملين قرفك وان انت ما بتخلفيش، كمان كنت عايزه تشتميني. انا لا شتمتك ولا كلمتك يا حماتي، ولمي نفسك عني بقى. ومن الاخر يا اختي عدم الخلفه مش مني اصلا. امال من مين يا العادي؟ ما اعرفش بقى. ما بزياده بقى يا عيشه، انت زودتها قوي. ما هو من الكلام يا اخويا اللي زي السم عمال اسمعه كل ساعه والتانيه، وانت واقف ساكت ما بتنطقش لما زاد. انت يا واد سامحها وسكت لها، شيل ايدك ورقعها قلمين السفله قليله الادب. انا لا سافله ولا قليله ادب يا حماتي، انا متربيه احسن تربيه، وما تخلينيش انطق بقى. انت رايحه فين يا عيشه؟ انا رايحه بيت اهلي يا اخويا، لما تاثر لسان امك عني يبقى تعالى خدني. ايوه يا اختي ايوه، اخرجي عشان تمشي على حل شعرك يا فجره. ده انت مفيش فايده فيكي بقى. استني يا عيشه ما تخرجيش. هخرج يا ابو زيد يعني هخرج. طلعها يا واد. قلت لك ما تخرجيش يا عيشه. وانا قلت لك هخرج يعني هخرج يا ابو زيد، ومش هرجع غير لما تشوف لي صرفه مع امك. طلعها يا واد بقول لك. طب عليا الطلاق، ما انت خارجه يا عيشه. اهي خرجت اهي. والنبي كانت ست طيبه قوي، العيبه ما تطلعش من بقها. بس هنقول ايه، امر ربنا، كلنا رايحين. ايوه صح ياما، كلنا رايحين. ما يفضلش للبني ادم غير سيرته الطيبه. طبعا، هو البني ادم ايه غير سيره طيبه ولسان حلو؟ صدقت ياما، سيره طيبه لسان حلو، ربنا يكفينا شر اللسان. يعني انت ياما لو مسكت لسانك شويه عن عيشه، مش كان اللي حصل ده ما حصلش؟ هننبط بقى، هنلف وندور عشان تجيب الحق عليا. الحق حق ياما، وانت فعلا كنت بتتعاملي مع عيشه معامله مش اللي هي. ما هو من عمايلها اللي ما تختشيش. بس تعرف يا ولا، المضروبه قطعت بيا من يوم ما سابت البيت، والبيت ما عدلوش حس. اللي اقول لي يا ابو زيد، انت شفتها في العزا؟ وهشوفها ازاي ياما؟ انا في الصوان تحت مع الرجاله، وهي في البيت فوق ويا الحريم. ولو اني كان نفسي اشوفها عشان اطيب خاطرها. واجب برضه يا ضنايا، دي عشره طويله. كانت شايلاكي ومريحاكي ومونساكي. عندك حق، وعمرها ما غلطت فيكي. وهي كانت تقدر؟ ده انا كنت كسرت لها رقبتها. تكسر رقبه مين بس يا اما؟ دي عيشه احسن ست في الدنيا، ست ولا كل الستات. هي صحيح طيبه، لكن نمروده ودون، وكفايه انها ما بتخلفش. تعرف ان انا فرحت قوي انك انت رميت عليها اليمين وطلقتها. وديك ارتحت يا اما. ما هو لمصلحتك يا خايب. اهو دلوقتي تقدر تتجوز كوثر بنت بتاع السمين، وتجيب لنا عيال يملوا علينا البيت، وافرح بيهم قبل ما اموت. ما تقول بعد الشر ياما. بعد الشر يا اما. طالع يا عيشه، نورت بيتك. اهلا اهلا يا حبيبتي، اهلا اهلا اهلا. وحشتيني. ازيك يا حماد؟ تسلمي يا حبيبتي. انت من هنا ورايح تعتبريني بدل امك اللي راحت وفاتت لك طولة العمر. اديني بقول لك اهو. ما تحرمش منك ابدا يا حماد. طب اخش انا ارش على جسمي شويه ميه في السريع، واسط لكم الواد تحت على شويه كباب وكفته، انما ايه بالهنا والشفا. ما ننحرمش منك يا ضناي. عن اذنك يا اما، عن اذنك يا عيشه. اذنك معاك يا اخوي. منوره بيتك ومطرحك يا اختي. ان شاء الله يخليك. لا تعالي يا عيشه، اقعدي جنبي، انت وحشتيني قوي كده يا بت. هانت عليك العشره، تمشي وتسيبيني ولا تساليش عليا. ما انا قلت خلاص يا حماد، اتطلقت بقى واللي كان. طب وحياتك يا غاليه، انا ما خليت الولا ابني بعد انت ما مشيتي. قطمته وبستفته واديتهم المناء خيار، وقلت له بقى دي كلمه تقولها عيشه لازم ترجع، لازم تشوف لك حل في الحكايه دي. وهو ربنا ستر والحمد لله. بس انت برضو دون يا بت. وليه كده بقى؟ ودون الدون كمان، عشان هنت عليك وسبتيني لوحدي. ده انا ما كنتش لاقيه حد اتحدث معاه. ليه؟ وهي ام ربيع راحت فين؟ وهي المنكوبه دي كانت تسد مطرحك؟ ده انا طردتها طردة الكلاب بعد ما عملت عملتها السودة. تصدقي يا غاليه، دي كانت هتغرقني في الطشت وهي بتحميني. معقول؟ اصلها كانت بتحميني وهي نايمه، ومن ساعتها بقى حلفت ما حد يرش جتتي بميه الا عيشه حبيبتي. يا سلام، ده انا اخدمك بعناية يا حماد. طب وحياتك يا عيشه، النهارده يوم عيد برجوعك للبيت، ده انت نورتيه. النور نورك يا ست الكل، والنبي البيت ده ما منور الا بحس. طب خلاص بقى، بلاش لت وعجل،
هو انت ما تصدقي افتح موضوع وتنزلي رغي؟ يا ساتر عليكي. اشتغلي عدل يا عيش. ما انا بشتغل اهو يا حماتي. مدي ايدك تحت الترابيزه، انا شايفه العفره من هنا. وانا شايفاها انا كمان همسحها اهو اهو. ولا هتمسحيها ولا حاجه، انت كنت هتعديها. ما انت اصلك طول عمرك بتلصقي. انا بتلصق يا حماتي؟ ده انا النظافه في طبعي. هو انت عرفتي النظافه اللي ما عاشرتيني؟ الله يرحم. قصدك ايه بقى؟ ولا قصدي ولا حاجه، خلينا في اللي احنا فيه. شهيلي بس كده وروحي اعملي لي فنجان قهوه عشان دماغي حطاه. النهارده عفاريت الدنيا كلها بتتنطط في وشي. ما تعملي لهم زر يا حماتي. انت بتتريقي عليا يا بنت صفيه؟ يا اختي لا بتريق ولا حاجه. طب والله انت كدابه وعينك قويه. رجعت ريما لعادتها القديمه. طب كنت بتريق بقى، عايزه حاجه؟ تعرفي انك قليله الادب ولسانك عايز قطعه. ما انا كنت مرتاحه من ده كله. يا بت يا بت، ده انت قلبك من جوه اسود وبتكرهيني. طب والله ما بكرهك يا حماتي. لا بتكرهيني وانا عارفه كده كويس. خلاص بقى، فهمي اللي تفهميه يا حماتي. انت حره. معلوم حره، وطول عمري ست حره وشريفه وعفيفه، وعمري جه برجلي ما انكشف على راجل غير المرحوم جوزي. يوجدك ايه يا منكوبه؟ ايوه صحيح. وعرفتي الكلام ده منين ده يا اللي تنشكي؟ يا اختي ما انا سمعت الموال ده منك يجي 1000 مره. يوجدك ايه يا عيشه؟ دماغك صح يا بنت، وما بتنسيش اللي انا بقوله. وانا هنسى برضو حاجه عمرك قلتها يا حماتي؟ يا اختي ده انت ياما قلتي وياما سمعت منك. عشان انت بنت طيبه وانا بحبك. حبيتك العافيه يا حماتي، ده بس يا اختي من ذوقك وانسانيتك. بس انا كده مش عارفه، ساعات بيفلت مني لساني وازعلك. ولا يهمك يا حماتي، انا مسامحاكي. اصل انت طيبه واميره وبنت اصول. بس تعرفي لو انا بصحتي كنت قطمتلك رقبتي. المال يداوي ويخلي للعويل مقدار، واللي اسمه بكر بيقولوا عليه الحاج بكار. اهي صحيح دي الجوازه اللي تسعد، دي لو كانت غنيه زي ما انا سمعت. الست زينات ياما غنيه قوي وورثه من جوزها الاولاني شويه شويات. على كده حلوه يا ولا؟ حلوه قوي يا حماتي. يا اختي بس الحلاوه حلاوه الطبع، وزينات تتحط على الجرح يطيب. الحمد لله ان اخوك اتفك نحسه على اخر ايامه. اخر ايامه؟ على يختي لسه صغير وفي عز شبابه. يا بنتي انا اقصد اخرة ايامه السودا اللي كان عايشها. ومادام اتجوز واحده غنيه يبقى هتخرجه من الفقر اللي هو عايش فيه. مالكيش حق يا اما، ده القسط عليه طول عمره كسيب والفلوس بتجري في ايديه. يا اخويا ليه كده؟ ده انا عارفه البر وغطاه. ماله البر وغطاه يا حماتي؟ ما احنا طول عمرنا مستورين يا اختي، ولا كنت شفتنا مدينا ايدينا لحد؟ يا بنت انا مش قصدي، ده علي ده يتقل بالمال راجل بصحيح، بس يعني مادام اتجوز واحده غنيه يبقى هيستنفع بفلوسها. لكن الصراحه جد، الراجل اللي يعيش على قفا واحده ست ما يبقاش راجل. وبعدين بقى سامع يا ابو زد؟ يا بنت ما هي دي الحقيقه يا اللي تنشكي. اذا كانت قبل ما يتجوزها جابت له عربيه، يبقى بعد ما اتجوزها هتجيب له ايه؟ قطر. ياما ما فيهاش حاجه لما الست تبقى مقتدره وتساعد جوزها برضاها، وده ما يعيبش الراجل. يا اخويا ليه؟ خليك في نفسك. ما انت رحت جريت ورا الفقيره، كنت روح بص لواحده غنيه زيه. ليه ياما؟ ما انا اتجوزت عيوشه ست الكل تتقل بمال الدنيا كله. يا اخويا ان شاء الله يخليك ليا دايما، نصفني يا ابو زيد. في دي ليك حق. عيشه؟ هو في زي عيشه؟ والنبي انا ما بقيت عارفه لك يا حماتي، ما ترسلك يا اختي على بار. كلي يا عيشه، كلي يا اختي. يا عوره بقى الست زينب هتبيع صاغتها والعربيه اللي عندهم كمان يا حماتي، وباي تمن عايزين يسددوا جزء من الدين اللي عليه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله صعبانين عليا قوي يا عيشه. ده انا قلبي بيتقطع عشانهم يا ابو زيد. يا ريت في ايدي حاجه وانا كنت عملتها. وانت حيلتك ايه؟ ده انت المتغطي بيك عريان. يا اختي بقول يا ريت يا ريت. يا اختي بدل ما تفكري في الغرب فكري في حماتك، ام الراجل اللي انيكي ومستتك. بقى يصح ان انا اطلب منك حاجه وانت تنسيها كده ولا تسالي عني؟ انت عمرك ما طلبت حاجه وانا نسيتها يا حماتي. لا نسيت. لا ما نسيتش. لا حصلش. ياما قولي لي بس، هي نسيت ايه؟ طلبت منها شويه مكسرات ولا سالت عني، قلت لها يجي 10 مرات. مكسرات اللي هجيبها لك يا حماتي؟ المكسرات اللي انا بحبها اللي بتسلى بيها في قعدتي دي. يا اختي انت فيك سنين للمكسرات. ايوه فيا يا منكوبه، فيا اسنان زي الحديد وتقرقش الزلط، مش كده يا حبيبي؟ حديد وزلط ايه بس يا اما؟ خلط طبق مستور. يلا ندخل ننام يا عيشه. يلا يا اخوي، تصبح على خير يا حماتي. تصبح على خير يا اما. وبتقول له يما يا دون الدون؟
وانا اللي بتحمى بيك؟ على رأي المثل، جبت الأقرع عشان يونسني، كشف لي راسه وخوفني على التليفون وسنينه. انت يا عيشه، تعالي يا عيشه رد على التليفون، ما هو ما بيرنش الا ليكي. حاضر. الو، ازيك يا بنت يا سكينه؟ بجد يا بنت؟ امتى؟ اخصى عليك يا بنت يا سكينه، من امبارح ومحدش يقول لي؟ لا يا اختي هاجي اسلم عليها، هخلص اللي في ايدي وهاجي على طول. الحمد لله على سلامتها. ماشي يا اختي، مع الف سلامه، مع السلامه. هي مين دي يا بنت اللي جت وراحت تسلمي عليه؟ دي زينات مرات اخويا علي، جابها تقعد عندنا يومين. ايوه، ما هي دي اللي كنا ناقصينها. انت مش هتبطلي العاده اللي فيكي دي، انت مش هتبطلي تدوسي وتحوسي ورا كل اللي يسوى واللي ما يسواش. ما انا مش هستحمل الحكايه دي ابدا. الله، في ايه يا حماتي؟ دي مرات اخويا واول مره تزورنا بعد جوازها، يرضيكي يعني ما اروحش اشوفها؟ لا، لازم تروحي وتقعدي وترحرحي وتقولي عدولي وتسيبيني انا قاعده لوحدي. هندهلك ام ربيع تقعد معاكي على مرجع، وحياتك ما هتاخر. امري لله، ما هو انت قويه ولازم تمشي اللي في دماغك. طب هاتي بوس. بسيتك عقربه. طب بوسي بقى اما. انا بنت عقربه؟ الله يا حماتي بقى ما تدقيش، يلا بوسي. شاطره يا حماتي، خليكي ليه. روحي، قادره وقويه بصحيح. مبروك، خدي بختك من حضن اختك، ولو انت جدعه بصحيح اعملي زيها. هو بكيفي يا حماتي؟ امال ايه؟ قرد وحارس وبياع مكانس. هو انت فالحه بس تجري على ولادة غيرك وما انتش قادره تعمليها لروحك؟ بقول لك ايه يا حماتي، ما تغيري يا اختي السيره احسن. صح، نغير السيره اصلها تغم. قولي لي بقى يا حبيبتي، هي اختك لما خلفت بنتها طلعت كده بيضه ومربربه ولا طلعت معصعصه وعفشه من قله الغذاء؟ قله الغذاء ليه يا اختي؟ شايفانا مش لاقيين ناكل؟ صفيه اسم الله عليها نازله بدر منور كده، والكحل في عينها رباني، والبت سكينه طايره بيها طير. قالوا خنفسه شافت بنتها على الحيط قالت دلوليه في خيط. الا قولي لي بقى يا عيشه، وجوز اختك فرحان قوي لما خلف بنت؟ كلنا فرحانين يا حماتي. ايوه فرحانين دلوقتي، بس لما تكبر هتشوفوا ايام سودة. سودة؟ امال ايه؟ هو خلف البنات يجي من وراه الا العار. بعد الشر يا حماتي، تفي من بقك يا ساتر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا. ايه اللي اخرك كده يا واد؟ يا دوب ياما قفلت الورشه وعديت على نسايبي، باركت المكاوي سكينه ونقطتها. اهو انت هتفضل كده انت ومراتك تهنوا وتباركوا وفي الفرح تشاركوا وعمركم ما هيبقى عقبالكم. ليه بس كده يا اما؟ ملوش لزوم الكلام ده. ومالوش لزوم ليه يا اخويا؟ مش لازم تعيد وتزيد في نفس الموال. كتر الحزن يعلم البكا يا برات ابني. انا قايمه اجهز العشاء. احسن برضه. ياما عشان خاطري بلاش سيره الخلفه دي كل ساعه والتانيه. يا ساتر بزياده، حرق دم بقى. طب قوم بقى من جنبي لحسن انا مش طايقاك السعادي. حاضر ياما. استنى هنا، انت رايح فين؟ فين الهرسه اللي انا قلت لك عليه؟ اهي ياما بالهنا والشفا. حنين على امك يا ضنايا. يا حبيبي هبلغهم كلهم، امال ايه؟ مع الف سلامه. مع السلامه يا حبيبي. يا سلام. انا يا بنت عماله بكلمك وانت ما بترديش عليا ليه؟ هكلمك ازاي يا حماتي وانا برد على التليفون؟ في دي عندك حق، غلبتيني. قولي لي بقى، علي كان بيقول لك ايه فرحك بالشكل ده؟ زينات مراته. ايه جابت له توك توك المره دي؟ لا يا حماتي هتجيب له عيل زينات حبله. يا بنتي بدل ما تفرحي للي ولدت واللي حبلت روحي انت احبلي. قال على راي المثل، الفرخه تبيض وتحزق والتاجر يلم قطيعه. السلام عليكم. اهلا يا زينب، خطوه هاتي. ازيك يا عيشه؟ تعالي يا اختي ادخلي. تسلمي يا حبيبتي، الله يخليكي. فيكوا شر الجايين. السلام عليكم يا خالتي. اهلا يا زينب. اهلا يا حبيبتي، بقالي زمان ما شفتكيش. ربنا يخليكي، انا ما استغناش، بس انت عارفه الدنيا تلاقي. ايوه عذراك والنبي يا اختي، الا ما انت ما عرفتيش مش علي اخو عيشه اتجوز؟ اما انا عارفه يا خالتي. ومراته اسم الله عليها حبله. والله مبروك يا عيشه. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. بقول لك ايه يا اختي، كنت عايزاكي في كلمتين. ايه ما تقعدوا هنا قدامي تتكلموا على المفتشر وهو ناخد وندي مع بعض. معلش يا حماتي، اصل زينب يا اختي عارفه انك ما بتحبيش اللت والعجن. تعالي يا زينب. عن اذنك يا خالتي. اتفضلي يا اختي. اتلم تنتون على تنتن، قالوا الاتنين انتن وانتن. خير يا زينب؟ في ايه يا اختي؟ بلوى يا عيشه من بلاوي الزمن واتحدفت فوق دماغي. يا ساتر يا رب، ايه تاني حصل؟ المخفي اللي ما يتسمى اللي اسمه عباس. ماله؟ قال ايه يا اختي جاي وطالبني للجواز. وانت كان رايك ايه؟ رايي ايه؟ لا طبعا يا عيشه، انا جربت حظي يا اختي مره ومش ناويه اكررها تاني. طب والدلع امك رايها ايه؟ هم يا اختي مياله ليه ويظهر انه واكل دماغها، بس برضه لا،
انا ربنا يقدرني ورب العيال اللي حيلتي واشوفهم احسن حاجه في الدنيا. بس يعني يا زينب هتنك كده من غير جواز؟ وليه لا يا اختي؟ يعني عايزاني اجيب لاولادي جوز ام زي المخفي اللي اسمه عباس ده؟ مش يمكن لو اتجوزت عباس ده يتسهل معاكي في الدين وحالك ينعدل بقى؟ ما هي دي النقطه اللي مايله دماغ امي، وعلشان كده هو فاكر انه هيضغط عليا ويخليني ارضى اتجوزه، بس برضه لا ومليون لا. طب هو هيسكت عنك؟ ان شاء الله ما عنه سكت، هو ملوش عندي غير الفلوس، وان شاء الله هياخدها على داير مليم. انا اتجوز. الله يكون في عونك يا اختي ويصبرك. والله يا ابو زيد دي صبر على اللي هي في صبر ايوب. مسكينه حظها قليل في دنيتها. تعرفي اللي بيحصل لها ده لو مع راجل بشنبات كان زمانه نخ وبرك. وكلكم ومخفي الاسم اللي اسمه عباسكم تاني. تصدق الراجل راح يقول لها عايزه اتجوزك. ده راجل ما عندوش دم. طب يصبر شويه لما ثانويه المرحوم جوزها تعدي وجرحها يتلم. حتى لو ده حصل زينب مش راضيه بيه. بس امها راضيه بيه زي انت ما قلتيلي. ايه الوليه دي مع انها طيبه انما طول عمرها تبرم كده تدور على الفلوس جايه منين. انما بنتها عايزه ايه ولا ترضى تعيش مع مين ما يهمهاش. يبقى مش هتبطل زن على ودانها لحد ما توافق على اللي اسمه عباس ده. لا 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 زينب محكمه رايها. بس مين يعرف يا عيشه؟ مش يمكن الجوازه دي فيها الخير ليها ولولادها؟ على الله يا اخويا اهو اللي رايده ربنا هيكون. طب طمنيني عليكي، انت عامله ايه؟ انا كويسه يا اخويا الحمد لله. اصل انا شايفك الليله دي يعني مروقه وزي الفل كده ومفيش عكنانه. ربنا يا اخويا ما يجيب عكنان. طول ما امك مقصره لسانها عني هتلاقيني حلوه كده ومزقططه والحمد لله. النهارده كنت انا وهي زي السمنه على العسل. ربنا يرضى عليك يا عيشه. تعرفي انا عايزكم كده على طول وان شاء الله ربنا يهديها كمان وكمان. بطلوا ودوده يا اللي جوه وناموا بقى، مش عارفه انام منكم. قطيعه تقطعكم يا ابو عدل. انتوا دايرين طول الليل على الكراكونات. دخلت الكراكون بسببهم يا ابو زيد. هي دي اخرتها يا ولا؟ يما ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه ازاي؟ امال المفعوصه الصغيره دي راحت الكراكون تعمل ايه؟ اكيد عملت مصيبه سودة. ما انا عارفه هي قد النمله وتعمل العمله. اختك عملت ايه يا عيشه؟ قتلت قتيل ولا سرقت سرقه؟ لا قتيل ولا سرقه يا حماتي، سيبيني في حال الله لا يسيئك. ما انتوا طول عمركم عمايلكم سودة وتودوا في داهيه. يما ابوس ايدك الهي لا يسيئك، قصري الليله دي وخليها تعدي على خير. شوف يا ابو زيد، انا كل اللي انا عايزه اعرفه البت المفعوصه دي راحت الكراكون تعمل ايه؟ سوء فهم يما، سوء فهم. تعالى هنا، انت رايح فين؟ هدخل اوضه انام يما. داخل تنام ولا داخل تطبطب وتهنن؟ مفيش فايده. احنا في ايه وانت في ايه يما؟ كفايه اللي شفناه الليله دي. وهتشوف اكتر من كده يا ابو زيد. بكره هيسجنوك وانا بقى هشيع لك عيش وحلاوه يا ابو زيد. رواقي يا عيشه رواقي، وما تاخديش في بالك الكلام اللي امي قالته. يا اخويا انا لا في بالي كلام امك ولا اللي قالته. انا كل دماغي في اختي الصغيره اللي هتضيع مني. ده مش اختي وبس يا ابو زيد، ده بنتي يا ناس. عارف يا عيشه، بس برضه نقول الحمد لله انها خرجت من تحت ايد الواد ده صاغ سليم وقضى اخف من قضى يا عيشه. طب والتهم يا اخويا اللي متهمته بيه؟ ده عايزه تلبس البنت مصيبه. يا رب يا رب احنا عمرنا ما اذينا حد يا رب، طول عمرنا ماشيين جنب الحياه. ان شاء الله ربنا معانا، وما دام البنت مظلومه يبقى ربنا يزر الحق، ده ما يرضاش بالظلم ابدا. بس لو اعرف بس ايه اللي وداها بيته. وحيد ميلاد ايه ده اللي جرجر رجل البنت بيه؟ لو كانت قالت له صرحتني ما كنتش خليتها خبطت على بيت البنت ابدا. اللي حصل يا عيشه، ما منهاش فايده كلمه لو. بس ارجع واقول برضه البنت برضه لسه صغيره ومحتاجه اللي يعقلها ويفهمها. بس من الله يعقل. علي الله يكون في عونك يا اخويا، هتلحق على ايه ولا على ايه؟ طب ما هي سكينه معاها طول النهار. يا اخويا سكينه دي مخها على قدها وعايزه اللي يعقلها هي كمان. هعمل ايه يا رب؟ لا البنت لازم تبقى تحت عيني وما تفارقنيش ابدا. اروح اقعد معاهم هناك، مش هينفع اسيبك انت وامك لوحديكوا. طب اجيب البنت تقعد معايا هنا برضه مش هينفع، امك ما بتطيقش حد. اعمل ايه يا ربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما تكركبش الدنيا فوق دماغك يا عيشه، وان شاء الله هنلاقي حل. بس نخلص من مشكله الاسم الاول ونشوف هتنتهي على ايه. يا خوفي يا ابو زيد لا البنت تتعبس يا اخويا ومستقبلها يضيع. اتفائلي خير وقولي يا رب يا رب يا رب. يلا يا عيشه، قومي عشان تلحقي تنامي لك ساعتين قبل النهار ما يطلع. لا يا اخويا لا، انا مش هنام ولا عايزه اشوف نوم. انا هفضل قاعده كده زي ما انا لحد النهار ما يطلع عشان اجري اروح القسم اشوف الحكايه ترسى على ايه. جيب العواقب سليمه يا رب.
البت نوال دي عملت عامله سودا زي راس البتنجان ووراها فضيحه. الله يسامحك. طبعا هيسامحني عشان انا بحبه وهو راضي عني، لان انا طول عمري ديلي طاهر، مش من عيله المامه وش اجرام وبتوع كراكونات. ارد عليها اقول لها ايه بقى؟ طولي بالك انت بس يا عيشه. عموما يما عشان ترتاحي، الحكايه كان فيها سوء فهم وعدت على خير، والواد طلع ابن حلال. واد؟ هي الحكايه فيها واد؟ هلا هلا يا عبد الله، يبقى جوزت البنت في الكراكون قبل الفضيحه ما تبان. تفي من بقك يا حماتي، احنا ما عندناش فضايح يا اختي، اعوذ بالله عليكي. يما مفيش كلام حصل من ده يما. ايوه يا اخويا، ما انت مدهول عايز تحاجه على البيت. بزيادتي بقى يا حماتي، كفايه تقطيع في لحم اختي، حرام عليكي. كفايه بقى يما، بزياده بقى. مش بقول لك مدهول واللي فيه خصله ما يبدلها؟ طب عايزين اعمل ايه دلوقتي؟ ولا تعمل ولا تسوي، العمل عمل ربنا. مساء الخير يما. اما ايه يا ابني، ايه مره واحده بس؟ هو انا اتطرشت؟ بعد الشر عنك يما. انت جاي لوحدك ليه؟ امال فين بسلامتها؟ عيشه هتبات الليله دي مع اخواتها. وتسيبها تبات هناك ليه؟ هي كانت مستنيانا عشان هتيجي معايا، بس انا لقيت الجو مزعبب كده، خفت عليها قلت لها اقعدي انت. حبيبه القلب تخاف عليها، انما امك ولا يهمك. ده انت الخير والبركه يا ست الحبايب. ايوه يا اخويا، كل بعقل حلاوه. اصرف اقوم احضر لك العشاء. هتقوم ازاي يما؟ وانت بتعرفي تقفي على رجلك؟ يا قطيعه، نسيت ان رجليا مش شايلاني. كان نفسي اخدمك بعينيا، ولا الحوجه المقصوفه الرقبه دي. يلا اهو باتي الليله دي من غير عشاء وخلاص. ليه؟ وانا رحت فين؟ ده انا هوضب لك احلى عشاء. عشنا وشفنا، الرجاله تخدم والستات تبات بره البيوت. عيشه عند اهلها يما، وهي ليله وتعدي، اول ما النهار يطلع هتلاقيها جايه. قالوا للمزين النهار طلع، قال ما انا استفتحت براس اقرع. قوم يا اخوي، قوم حضر لي العشاء عشان هموت من الجوع. من عينيا يا ست الحبايب، هجهز لك احلى عشاء واوكلك من ايديا دول. حنين على امك يا ضنايا. اطمني يا حماتي، اطمني يا اختي على الاخر، الاخبار منيله ب60 نيله. ظهر المسكينه هتتطلق. ليه بس يا ساتر يا رب؟ انا عارفه يا اخويا، راكبه دماغها ومش عايزه تسمع كلام حد. طب ما تفهميني بس يا عيشه ايه اللي حصل؟ بعدين يبقى لازم جوزها شاف عليها حاجه وفضحتها هتبقى بجلاجل. لا 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 لا، ده نسب يعر، ما كانش لنا ابدا. اخي مسكينه، يعني خلاص يا عيشه اختك هتتطلق؟ اهو ده اخر كلام وصلنا له يا حماتي. ان جيتي للجد، السكينه دي غلبانه وما تستاهلش. منه لله ابن خالتكم الراجل الدون ده. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده يا مكاوي ليه؟ والله يا ابو زيد سكينه كانت مولعه له صوابعها ال10 شم. انت هتقولي لي يا عيشه طول عمرها راحه فيه ومن صغرهم وهي متعلقه بيه. بس ارجع واقول مفيش حاجه من غير سبب، اكيد سكينه دي كان فيها عيب. لا ياما لا، سكينه طول عمرها كامله من كله. ولما هي كامله من كله كان اتجوز عليها ليه وهيطلقها ليه؟ ما هو الراجل ما يعملش كده الا اذا كانت مراته معيوبه. اختي مش معيوبه يا حماتي، مكوي يا حبيبتي هو اللي عينه زايغه من صغره. ده كان ماسك فيها بايديه واسنانه عشان يتجوزها، والله كان على يدي. ايوه، وكانت هتموت عليه، ما عيله صغيره لازم تحب وتعشق. عيني علينا وعلى ايامنا اللي راحت. طب ده انا اللي اسمنا عيني ما شافتش جوزي الا بعد ما اتجوزنا. بس ابويا الله يرحمه قال لي انك كنت بتبص عليه من ورا الشيش في دكانه قبل ما تتجوزه. من زهقي كنت بتسلى. بس تعرفي يا عيشه، انتوا برضو غلطانين انكوا جوزتوها للراجل ده ابو عين زيغه. اهو ابن خالتنا يا حماتي واولى من الغريب. يا اختي بلا نيله، حد يتجوز من القرايب؟ على راي المثل، خدوا من الزرايب وما تاخدوش من القرايب. كل شيء نصيب يا حماتي، كل شيء نصيب. محن غصب عنك عشان انا بحبه وبخاف منه، وطول عمري ديلي طاهر. مش انتوا عيله مشبوهه بتوع كراكونات. ده انا هخلي فضيحتك بجلاجل يلي تنشكل. في ايه مالكم؟ فضحت ايه ياما كفالله الشر؟ تعالى يا ابو زيد، اسمع امك بتقول عليا ايه. ايوه يا اختي، خدوهم بالصوت، ما انت مفتريه وقويه. ايه اللي حصل يا عيشه؟ ما عملتلهاش حاجه يا اخويا، امك اللي بتعمل من الحبه قبه. غرقتي ما تقب يا مقطوعه الايد يا حراميه. حراميه؟ ايه اللي بتقوليه ده ياما؟ انا هحكي لك يا ابو زيد واحكم انت بنفسك. قولي يا حبيبتي. حبيبتي؟ بتقول لها حبيبتي يا مدهول؟ طب اما اشوف ليلتكم السودا دي هتعدي ازاي. طب بس اهدي ياما، ايه اللي حصل يا عيشه؟ انا يا اخويا شلتها ودخلتها الحمام عشان احماها زي كل مره. كتر خيرك. وبعد ما حميتها جيت اجيب لها غيار من الصحاره بتاعتها. عداك العين. بصيت لقيتهم متستفين ومحشورين كده في وسط الهدوم. هم ايه دول اللي متستفين؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ 2100 يا حراميه. جبتهم منين دول ياما؟
انا كنت محوشاهم قبل ابوك ما يموت عشان خرجتي يعني، عشان ما حدش يجب عليا. الف بعد الشر عليك ياما. وبعدين يا عيشه؟ مفيش يا اخويا، مسكتهم في ايدي كده وقعدت اشاور لها وقلت لها هنزل اشتري لنفسي حاجات بيهم. لا انت كنت هتتفسيهم في صدرك لولا انا خطفتهم منك. والله يا ابو زيد كنت بهزر معاه، ومن ساعتها يا اخويا مفيش على لسانها غير يا حراميه يا حراميه. طب كانت بتهزر معاك ياما؟ لا ده كان كلام جد. المهم مش فلوسك معاكي دلوقتي؟ ايوه معايا وتحت مني. طب ما تديهم لابنك حبيبك يبيض ويوضب الورشه يدوبك ثواب. يا دهوتي يا دي المصيبه، ابني كمان عايز يسرقني بقى، هي ما عرفتش تاخدهم مني، انت عايز تشفطهم انت؟ افتكرت كلامك جد انت كمان. ياما انا بهزر معاكي، ده انا ازودهم لك وغلاوتك. ايوه تعدل كده. يلا بقى عشان تتعشي، ده انا جايب لك لحمه راس تاكلي صابعك وراها. صح يا ولا. وكمان زلابي عشان تحلي بعد ما تتعشي. حنين على امك يا ضنايا.